اهلا بيكم في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم الرز البخاري زي ما حضراتكم شايفين. شكله حلو جدا وطعمه لذيذ. جربوه وقولوا لي رأيكم ايه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. في الحلة على النار هنحط كوباية زيت وننزل بربع كوباية بهارات مشكلة حب، بتبقى عبارة عن ينسون مع حبهان مع كزبرة ناشفة، خليط بهارات كده اللي احنا نحبه، ونقلبها كده تتحمص شوية. بعدين هننزل ب3 كوبايات من الجزر المبشور، وهنبدأ نقلب كده لحد ما الجزر يدبل معانا. نضيف كوباية من الزبيب ونقلب تقليبة كده. هنرفع الخليط ده كله من على النار، وفي نفس الحلة هنبدأ نسوي فيها البصل. نضيف معلقتين من الزيت وكوبايتين من البصل المفروم ونقلب. هنضيف معلقتين من الثوم المفروم ونقلب كده لحد ما الثوم تبدأ ريحته تطلع. هنحط البصل على جنب وننزل بربع كوباية من الصلصة عشان نحمصها شوية كده. وبعدين نقلب كله مع بعض. هننزل بخليط الجزر اللي احنا عملناه وهنسيب جزء منه للتزيين ونقلب. وبعدين هنضيف كوباية من عصير الطماطم ونقلب. كل الحاجات اللي بنضيفها دي بتدي طعم حلو جدا في الرز، هتلاقوا رز مختلف خالص عن اي حاجة جربتوها قبل كده. خلاص بعد ما اتسبكت شوية كده زي ما حضراتكم شايفين شكلها، هنضيف معلقة كبيرة من الفلفل الاسود
معلقة كبيرة من البهارات السبعة، معلقتين كبار من الملح، معلقة كبيرة من الكركم، ونقلب كل ده مع بعض كويس. خلاص خلطة البخاري كده جاهزة. هنجيب، انا هنا استخدمت فرختين ومقطعهم بالنص زي ما حضراتكم شايفين، طبعا منضفاهم وغسلاهم كويس. هننزل بيهم في الحلة اهي، وقعت الفرخة. هنحط النص الاخير، نضيف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وبعدين هنضيف مية مغلية لحد ما نغطي الفراخ. ونغطي الحلة بقى ونسيبها مع نفسها كده لحد ما تستوي الفراخ. بتغلي اهي، شايفين ولونها حلو جدا، والفراخ هتطلع لونها جميل جدا، وريحتها طالعة جميلة جدا من قبل حتى ما نحط الرز. هنغطيها بقى ونشيلها من على النار، وهنبدأ نجهز الخلطة اللي هندهن بيها الفراخ. هنحط 3 معالق من الزيت، معلقة من الكركم، معلقة كبيرة من البهارات السبعة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة صغيرة من الملح. وهنقلب الخلطة الحلوة دي مع بعض، وهنطلع الفراخ زي ما حضراتكم شايفين شكلها. هي أخدت حوالي ساعة على النار. هنبدأ بقى ندهن بالخلطة اللي احنا جهزناها دي الفراخ، لأنها بتديها لون حلو قوي وكمان طعم جميل. هندهنها كويس. هندخلها الفرن على درجة حرارة 220، بتقعد حوالي نص ساعة. في الوقت ده هنجهز الرز. عندنا طبعا الشوربة مكان الفراخ بتغلي اهيت. هننزل ب6 كوبايات من الرز البسمتي، انا غسلاه وما نقعتوش ولا اي حاجة. نغطيه ونسيبه يغلي كده، واول ما يبدأ يغلي نديله تقليبة خفيفة من الجناب كده، ونسيبه على نار هادية. بياخد حوالي نص ساعة ويبقى جاهز عندنا. شايفين الرز اتشرب المية. دلوقتي هنحط عليه بقية الخليط بتاع الجزر، ونغطي عليه على نار هادية 10 دقايق وبيكون جاهز.
الفراخ جاهزة عندنا، شكلها تحفة وريحتها حلوة جدا. والرز كمان جاهز عندنا، شايفين شرب كله المية بتاعته. هنبدأ بقى نغرف. شايفين الرز فلفل ازاي وجميل ولونه حلو جدا وطعمه تحفة، صدقوني جربوه هتعملوه على طول. ننزل شوية بالخلطة اللي احنا شايلينها كده عشان تبقى فوق الوش كده، ونحط الفراخ كده على الوش. ما شاء الله طعمها جميل جدا جدا وريحتها حلوة قلب الدنيا. ما تنسوش تسيبوا لي تعليقكم ايه. اشوفكم في اكلة جديدة، مع السلامة.